السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الثانوية العامة. النهارده هشرح لكم يونت جديد مع يوم جديد، هو يونت المباشر والغير مباشر. هو اليونت المقرر على طلبة الصف الأول الثانوي في اليونت ال11، ومقرر على طلبة الصف الثالث الثانوي في اليونت الثاني. يلا نشوف المباشر والغير مباشر. يلا يا طلبة نشوف المباشر والغير مباشر، الدايركت والاندايركت. تعال أعرفك إزاي تعرف إن الجملة دي مباشر والجملة دي غير مباشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الدايركت ببساطة وبسهولة هي الجملة اللي بتبقى فيها علامات تنصيص، يبقى الجملة اللي ما بين علامات التنصيص تعرف إن هي جملة مباشر. طب إيه الأزمنة المتاحة للدايركت؟ المضارع البسيط، المضارع المستمر، المضارع التام، المضارع بأنواعه، أو المستقبل بأنواعه، أو الماضي البسيط. يبقى تعالى أعرفك تاني يا طالب يعني إيه مباشر ويعني إيه غير مباشر. مباشر يعني الجملة بتيجي ما بين علامات تنصيص، الأزمنة المتاحة ليه هو المستقبل بأنواعه والمضارع بأنواعه والماضي البسيط فقط. أما الجملة الغير مباشر مفيش علامات تنصيص يا طالب، يبقى علامات التنصيص دي مش موجودة. إيه الأزمنة المتاحة ليها؟ هي الماضي التام، الماضي المستمر، الماضي البسيط، الماضي من المستقبل. يعني الماضي من المستقبل يعني على سبيل المثال أنا عندي ويل بحولها بتبقى وود، عندي شال بحولها بتبقى شود، عندي مي بحولها بتبقى مايت. يبقى ده اسمه الماضي من المستقبل. يبقى تاني انا بقول لك الفرق ما بين المباشر والغير مباشر، ان المباشر فيه علامات تنصيص، الغير مباشر ما فيش علامات تنصيص. الازمنه المتاحه للمباشر المضارع بانواعه، الماضي البسيط فقط، المستقبل بانواعه. اما الازمنه المتاحه للغير مباشر فهو الماضي التام، الماضي المستمر، الماضي البسيط، الماضي من المستقبل زي ويل وود، شال شود، زي مي مايت، زي ماست. بتتحول في الغير مباشر اكتر حاجه وهي هاد تو بلس المصدر. تعال ناخد اول جمله وهي جمله الخبريه الريبورتد سبيتش. الجمله التي تبدا بالفعل او المفعول وبتنتهي بالفول ستوب اللي هي النقطه تعرف ان هي جمله خبريه. يوسف said to me I play music today. ادي يوسف said to me، said to فعل القول، الخطوه الثانيه خطوه الاقواس، الخطوه الثالثه خطوه الضمير، الخطوه الرابعه بنزل بالزمن درجه، الخطوه الخامسه بغير الكلمات الداله على الزمن زي ما كاتبها لك. يبقى انا عندي 5 حاجات بعملهم في الجمله الخبريه عشان احولها من المباشر للغير مباشر، وهي بغير فعل القول، بحذف الاقواس، بغير الضمير، بغير زمن الجمله، بغير الكلمه الداله على الزمان او المكان. تعال نشوف ستو لو جه بعدها ضمير في الجمله الخبريه بتتحول لايه؟ ده يسمى فعل القول، يتحول الى told زي الضمير، explained، complained. بعد كده الخطوه الثانيه نحذف الاقواس ونضع ذات. الخطوه الثالثه بنحول الضمير اللي بعد الاقواس طبقا للاسم اللي قبل الاقواس. لو مذكر الايه تحول هتبقى هي، لو مؤنث الايه تحول هتبقى شي. الوي دايما بتحاول تبقى زي. ننزل بالزمن درجه، الخطوه رقم 4. المضارع البسيط بيتحول الى ماضي بسيط، يعني المضارع البسيط انا كاتبه لك تصريف اول للفعل باضافه اس او اي اس او اي اس مع المفرد والمصدر مع الجمع. وانا بفكرك ان الفعل المفرد في المضارع البسيط بيحب الفعل اللي اخره اس. بيتحول الى ماضي بسيط تصريف تاني باضافه دي واي دي واي اي دي او تصريف تاني من افعال شاذه. المضارع المستمر اللي هو ام ويز وار زائد الاي ان جي بيحول الى ماضي مستمر ووز وير زائد الاي ان جي. المضارع التام هاز وهاف زائد البي بي بيتحول الى ماضي تام هاد والبي بي. الموديل فيرب الافعال الناقصه كان بتحاول تبقى كود، مي بتحاول تبقى مايت، شال بتحاول تبقى شود، ويل بتحاول تبقى وود. ماست دي بقى اللي مهمه، لو لقيت ماست في المباشر بحولها لهاد تو زائد المصدر لو معنى ماست يجب، احولها ماست هاف زائد البي بي في الغير مباشر لو بتستخدم للتعبير عن التاكيد في الماضي يبقى معناها من المؤكد. يبقى لو ماست بمعنى يجب هتتحول لهاد تو زائد المصدر في الغير مباشر، لو ماست بمعنى من المؤكد هتحول لماست هاف زائد البي بي. علي 600 اي كلير روم، يبقى علي اغير فعل القول هتبقى تولد، مي هتنزل زي ما هي، احذف الاقواس واحط ذات، احول الاي هتبقى هي عشان علي، كلين ده مضارع بسيط جمع هتبقى كلين ماضي بسيط روم. تعال نشوف تغيير الكلمات الدالة على الزمان والمكان. بعض الكلمات الدالة، في كلمات دالة على الزمان والمكان موجودة في الكتاب زي today that day، tonight that night، yesterday the day before أو previous day،
tomorrow following day coming day day after. now بتحول ل then. here بتحول ل there. مصطفى said to me I have played music today. يبقى مصطفى هتنزل told، هتنزل me، هنحذف الاقواس ونحط ذات، الاي هتحول هتبقى هي. have played هتبقى had played، المضارع بتاعي بيتحول لماضي تام. today هتبقى that day. ده كده انت عرفت بسرعه يعني مباشر، يعني غير مباشر، يعني جمله خبريه، يعني اللي بيتغير فيها، وهم 5 خطوات. الفعل القولي بيتغير، بنحذف الاقواس، بنغير الضمير اللي بعد الاقواس بناء على الاسم اللي قبل الاقواس، بنغير زمن الجمله، بنغير الكلمه الداله على الزمان والمكان. ازاي نحل سؤال التشويز في المباشر والغير مباشر؟ هي في تريكايه انت بتشوفها في اخر الجمله بتعرف انت هتختار ايه بالظبط. لو لقيت على سبيل المثال كلمه بريفيوس او كلمه بيفور وجت بعدها مده زمنيه، اوتوماتيك تختار هاد والبي بي. لقيت following، لقيت coming، لقيت after، اوتوماتيك لا تختار was وير زائد الاي ان جي، لا تختار would والمصدر. لقيت then في اخر الجمله هتختار was او where زائد الاي ان جي. وهقول لك تريكايه، اي فاعل اي مفعول في زمن بيتصرف الى مفرد او جمع، المفعول المفرد والفعل المفرد بيحب الفعل اللي اخره اس، اما الفاعل الجمع والمفعول الجمع اوتوماتيك بيحب الفعل اللي في المصدر. يعني تلاقي المفرد بيحب الهاز، بيحب النيدز، بيحب الاز، بيحب الوز. تبقى الفعل في الجمع او الضمير الفاعل الجمع او المفعول الجمع بيحب الهاف، بيحب الكلين، بيحب النيد، بيحب الوير. ده كده شرحت لك المباشر والغير مباشر في الجمله الخبريه. انتظر تكمله الدرس وهي تريكات مهمه جدا.